يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنزل بمية دافية، وبعدين هحط عليه الخميرة، بس لازم تكون دافية علشان الخميرة ما تبص. وبعدين هحط عليها معلقتين دقيق ومعلقة سكر صغيرة، وبعدين هقلبهم كويس واسيبهم يخمروا. بعدين هنا خمرت وقلبتها، وهنزل عليهم دلوقتي بمعلقتين زيت، وهقلب كويس. ولازم كل ستيب نقلب كويس علشان تكون هشة وجميلة. رشة ملح، وهنزل عليها ب3 كوبايات دقيق، ولو عايزة اضاعف الكمية احط 6. بس المقدار ده كويس جدا، وعمل لي 15 دوناتس و7 دوناتس برضو، بس بشكل تاني. هنا هكون جنبي كوباية مية دافية علشان لو حبيت ازود. بمعنى ان انا لو لقيت العجينة عايزة مية وخلاص المية نشفت والدقيق بقى كتير، فبزود مية دافية علشان تكون العجينة حلوة. هنا هي اتعجنت، هي بتلزق سيكة، بس هي حلوة يعني. هسيبها تخمر بقى. بعد ما خمرت هفردها على الرخامة، وبعدين هفردها شوية صغيرين علشان اخلي السمك بتاعها مناسب، يعني ولا كبير جدا ولا صغير جدا. وهجيب كوباية عشان اعمل تشيب بتاع الدوناتس، وهجيب غطا واخرم من النص كده. هخلصهم كلهم واسيبهم يخمروا، وهوريكم شكلهم دلوقتي. ده بقى شكلهم. المقادير اللي انا قلت لكم عملت لي كميه حلوه جدا. هسويهم بقى على الزيت في الزيت. بجد طلعت حلوه جدا جدا جدا، وهشه وطريه، وطعمها والسكر مظبوط فيها جدا. ما تنسوش تجربوا الطريقه وتقولي لي رايكم.